واش عمرك تخيلتي انه بسبب ماتش ديال الكره تقدر توقع حرب ما بين جوج ديال الدول؟ في شهر 7 من عام 1969 وقعت حرب ما بين جوج ديال الدول اللي هما الهندوراس والسلفادور. ماشي بسبب البترول، ماشي بسبب الاراضي، ولكن بسبب ماتش ديال الكره. بسبب ماتش ديال الكره وقعت حرب اللي كانت فيها تفجيرات، اللي ماتوا فيها جنود واللي هربوا منها الالاف ديال المدنيين. باش نفهموا شنو وقع خاصنا نفهموا السياق ولا الوضعيه اللي كانوا فيها هاد جوج ديال الدول. دابا حنا في 1969 امريكا الوسطى كانت واحد المنطقه اللي فقيره فيها بنادم كثير وكتعاني من بزاف ديال المشاكل. سلفادور هو اصغر بلد في امريكا الوسطى، ولكن من اكثر البلدان من ناحيه الكثافه السكانيه. الاراضي الفلاحيه في ديك الوقيته كانوا كيتحكموا فيها الاقليه اللي كتكون من عائلات اللي كبار وعندهم الفلوس، وفي نفس الوقت مئات الالاف من السلفادوريين اللي ما عندهم والو كانوا كيهاجروا للهندوراس باش يقلبوا على مستوى عيش افضل. في الهندوراس الوضع مختلف واحد شويه، بلاد اللي كبر من حيث المساحه، سكان اللي قلال، ولكن بلاد اللي حتى هي فقيره وكتعاني من بزاف ديال المشاكل. في الستينات الحكومه ديال الهندوراس دارت واحد الاصلاح في القطاع الفلاحي. المشكل ان هذا الاصلاح عنده علاقه مباشره بالفلاحيين المهاجرين اللي جاو من السلفادور. وفي 1969 الهندوراس بدات كتجري على السلفادوريين بشكل جماعي، عائلات كامله مشاو لها الاراضي ديالها، تقريبا 300 الف واحد في ظرف شهور اللي قليله. هاد اللاجئين السلفادوريين رجعوا بطبيعه الحال للسلفادور، يعني رجعوا لواحد الظروف ديال العيش اللي صعيبه، ومشى لهم كاع داكشي اللي بناو في الهندوراس. النتيجه هاد البلان خلق واحد الكراهيه اللي متبادله ما بين البلدان بجوج، والوضع ولا بحال واحد القنبله موقوته اللي خاصها غير واحد الفتيله صغيره باش تفرق، وهاد الفتيله الصغيره كانت هي كره القدم. في شهر 6 من 1969 الفرق ديال هاد الدول غيتواجهوا في التصفيات المؤهله لكاس العالم ديال 1970 اللي كان في المكسيك. والمباراه ديال الذهاب كانت في تيغوسيغالبا العاصمه ديال الهندوراس. قبل ما يبدا الماتش كانت ديجا بدات واحد الحرب اللي نفسيه ما بين الجماهير ديال الهندوراس مشاو للفندق اللي كان فيه الفريق ديال سلفادور وبداو كيغوتوا وكيديروا صداع باش اللعابه ما يقدروش ينعسوا. افيكتيفمون داكشي اللي وقع الغد ليه اللعابه ديال سلفادور كيوصلوا للتيران عيانين، والنتيجه سلفادور كيخسروا بواحد الزيرو كونتر الهندوراس. في سلفادور الهزيمه كانت صعيبه بزاف والجماهير ما تقبلاتهاش، لدرجه ان واحد البنت اللي في عمرها 18 عام اللي سميتها اميليا بولانيوس كانت كتفرج في الماتش من التلفازه، وملي الهندوراس ماركاو البيت ديال الرباح هزات السلاح ديال الاب ديالها وتيرات في راسها. الغد ليه الصحافه ديال سلفادور رجعت منها شهيده وطنيه، والجنازه ديالها تنظمت تحت تشريفات اللي عسكريه وفي الحضور ديال رئيس الجمهوريه ديال سلفادور. دونك البلاد كامله كانت في واحد الحداد وطني، وهذا الشيء كامل الماتش ديال الروتور باقي ما تلعبش. من ورا هذا الشيء كامل بسيمانه الماتش ديال الروتور كان في سان سلفادور، وجا الدور على الجماهير ديال سلفادور انهم ما يخليوش الفرقه ديال الهندوراس ينعسوا. غير هو هاد المره داكشي كان كثير بزاف وخرج على السيطره. الغد ليه الجماهير ديال سلفادور كيستقبلوا الكار ديال الهندوراس امام الملعب بواحد الطريقه اللي خايبه. كاين اللي كان كيعاير فيهم، كاين اللي كان كيضرب فيهم بالحجر، وكاين حتى اللي كان كيحرق في الدرابو ديال الهندوراس. سلفادور ربحوا الماتش ديال الروتور ب 3-0 وكيتعادلوا مع الهندوراس. كل فرقه كتولي عندها اون فيكتوار، لانه في ديك الوقيته القانون ديال كونكاكاف ما كانش كياخذ بعين الاعتبار الفارق ديال الاهداف. المشكل انه من وراء هذا الماتش وقعت اعمال ديال الشغب، لدرجه ان السلفادوريين هجموا على المواطنين ديال الهندوراس وهجموا على القنصليه ديالهم، وحتى من السيارات الدبلوماسيه اللي كانت حاضره تما شعلات فيها العافيه. وكرد على هذا البلان هذا الهندوراس كتقرر رسميا تقطع العلاقه الدبلوماسيه ديالها مع سلفادور بالضبط نهار 27 شهر 6 من 1969. وفي هذا النهار هذا بزاف عرفوا انه مشكل كبير ولا ما بين الدول بجوج. المباراه الثالثه ديال الحسم تلعبات في الازتيكا في المكسيك على اساس انه ملعب محايد وسط 100 ألف متفرج. الماتش كيتسالى بالرباح ديال سلفادور في الاشواط الاضافيه ب3-2، وكيتاهلوا رسميا لكاس العالم كاول مره في التاريخ ديالو. ولكن في هذه المرحله حتى واحد ما بقى كيهضر على الكره، كلشي ولا كيهضر غير على الحرب. في العشيه ديال 14 جويلية 1969 الجيش ديال سلفادور كيدخل رسميا للهندوراس بالطيارات بالدبابات وبالجنود ديالو. هنا كنهضروا على واحد الهجوم عسكري اللي كبير، وكنهضروا على واحد الحرب اللي حقيقيه اللي ما بقاتش غير داخل الملعب. وسائل الاعلام الدولي ما تيقدش البلان. غتكونوا سمعتوا بواحد الكتاب اللي سميتو حرب الكره، اللي ولا من كلاسيكيات صحافه الحرب، اللي كان كتبو واحد الصحفي هولندي اللي سميتو ريتشارد كابوتشينسكي، اللي كان مراسل حربي وحضر الاحداث اللي وقعات في ديك الوقيته. الجيش ديال سلفادور كان كيتقدم بسرعه في الاول، ولكن من بعد الهندوراس بدات كتقاوم، وبالدور ديالها حتى هي استعملت الطيارات ديالها
وقصفات منشآت ديال البترول في السلفادور، الحاجه اللي خلات الحرب تخرج على السيطره. ولكن تحت واحد الضغط دولي اللي كبير، منظمه الدول الامريكيه قدرت انها تفرض وقف اطلاق النار على السلفادور، وقنعتها انها تسحب القوات ديالها من الهندوراس. الحرب دامت غير لمده 100 ساعه اللي هي تقريبا 4 ايام، ولكن للاسف ماتوا ما بين 2000 حتى 3000 واحد، الاغلبيه فيهم كانوا مدنيين، وعشرات الالاف تشردوا، ووقعت خسائر اقتصاديه للدول بجوج. كرة القدم ما كانت هي السبب الحقيقي ديال هذه الحرب، ولكن كانت هي ديك الشراره اللي شعلت الفتيله ديال القنبله اللي كانت واجده مده قبل. من بعد اشهر اللي قليله، السلفادور كتلقى راسها في كاس العالم ديال 1970 في المكسيك، وكتقسم من الدور الاول من بعد 3 ديال الهزائم وصفر هدف. هاد جوج ديال الدول ما كيتمكنوا من انهم يوقعوا على السلام الرسمي حتى 1980، يعني من بعد 11 عام من وراء الحرب. ولكن الاسباب الرئيسيه ديال الحرب اللي ما بينها الهجره وعدم المساواه ما تمكنوش من المعالجه ديالها. هذه القصه كتورينا انه الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه تقدر تكون هي واحد المرآة اللي كتورينا الصوره الحقيقيه ديال المجتمع. الماتش ما بين السلفادور والهندوراس ما كانش هو السبب الرئيسي ديال الحرب، ولكن في الاسابيع اللي قليله قدر انه يعري على كاع التوترات السياسيه اللي كاين ما بين الحكومات. هنا كنكون وصلنا لافان ديال القصه. الى عجبتك لا فيديو ما تنساش دير لايك وتابونا باش يوصلوك فيديوهات جديده.